السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصوا روتيني النهاردة مختلف موت. رحت عاد خدت غسيلي وخدت غسالتي العادية وخدت الطشت ورحت لكم البيت التاني المكان الزرعاية ده. عايزة نغسل الفرش وعايزة نقلب البيت ونعمل لي عاد ايه، ندعك البيت ان ننزل النيش ونزلت الستاير النهاردة والفرش ده. وعايزة ننظف تنظيفة عميقة كده عشان ايه، انا خلاص يعني يعتبر في اجازة نص السنة وبعدين حنبدأ الترم التاني، فما عنديش وقت إن أنا ممكن ما ننضفش على رمضان، يعني في حاجات أكيد مش حنلحق نعملها بسبب شغلي، فإيه قُلت فرصة يا بت ادّي البيت دهكة نضيفة. طيب عاد الفرش ده كتير ومتلتل موت، إيه نعمل فيه ولا نروح ولا نجيبيه من وين؟ رُحت قُلت نروح بيه الزراعية، ناخده ونروح بيه هناك في الوسع والشمس وفي مَيّة وفي كهربا، ويا بت تتسلّي أنتِ وقاعدة لِك في المكان ده نطفي وعدلي فيه. ربنا هدى عليَّ راجل عاد النهارده وراح اشترى لي حبال غسيل الله يديه الصحة يا رب، وراح إيه دقها لي، بس قال لي بشرط يا خيي دقها لي في الشمس يرضيك يرضيك، قال لي لأ حندقها لك في الأوضة، هي الأوضة دي مش معقودة ولا حاجة يعني ما فيهاش ستار من فوق ولا فيها سقف، يا مش بطالة زينة. راح قال لي هتقعدي تغسلي روحي اغسلي فيها، اقعدي فيها دي، طب ما تطلعيش برا ناحية الزرع عشان هو إيه يخاف على الزرعات هنيته قاسيان فيهن. قال لي ما تجيبيش عليهن مَيّة بارسيل ولا أي حاجة خلّيهن مسلكات وخلّيهن إيه زرعت. قعدت عدها قعدت في الأوضة ديّة نغسل وأنا إيه باصة للمنظر الجميل ده والحلو ده. بس والله العظيم عايزة نقول لكم الخدمة في المكان ده يعني الغسيل ده، أنا يوم ما نغسل الركنية ديّة وحباية الستاير دي يوم ما ننزّلهن ونغسلهن يبقى يوم ما يعلم بيه إلا ربنا. أنا أتعب تعب ونقعد طالعة نازلة ننشّر، لإن أنا ساكنة دور أرضي، ونقعد عاد نحط كام حطة عاد في الغسالة الأوتوماتيك كتير، كتير يعني ده حباية فرش كتير، ومع الستاير يعني يمكن الستاير نحط حطتين ودينا يمكن نعبي الغسالة الأوتوماتيك يمكن 8 مرات مثلًا، يعني بدون مبالغة ممكن 8 مرات يوم ما ننوي نغسل الغسيل ده. فقُلت عاد ناخد غسالتي العادية نشتغل بيها هناك وحتلم لي كل الغسالة العادية دي قمر يا أخوانا والله العظيم خطيرة، والله العظيم خطيرة، خطيرة يعني، واخداش حقها والله العظيم. أنا مش يعني ما عنديش وقت إن أنا نغسل عليها فنغسل في الأوتوماتيك، ولكن يوم ما نحتاجها ألاقيها، أطلّع الغسيل لانج يلمع زي الفل قشطة كده، والله العظيم وتنفع معايا مع الفرش والحاجات ديّة إيه، أتنضف تنضيف فظيعة يعني أتجليجة لي كده. رُحت جيت طبعًا فضّيتها وعبيتها تاني عشان الستاير فاتحة ومش هتنفع، وإيه عاد خدت بُصّوا ريّم هتكي عملت الريم والريم الدعك حوالين الطشت والدنيا عملت معايا، بس إيه عاد خلّتهن يلمعن. جيت هنا كان حاطط لي حبال كتيرة والله، بس طبعًا مع الكمية والحجم بتاعهن، طب خلّصت، طب نشّرت تاني يا خيي إيه نعمل، يا خيي دُق لي حبال برّا، قال لي طب الزرع ومش الزرع، قُلت له معلش اعملها لي على جنب، راح ربنا هداه ليّا وراح على جنب كده إيه نكّاتي ناظرينها، قال لي هناك ده أيوه هو ده. راح دَق لي عمل لي حبل هناك، وعملت الستاير عليه، الستاير مش حاطّاها مضبوطة لإن الستاير طويلة خالص، فممكن تجيني على الأرض كده، فرُحت إيه يعني لفّيتها كده شوية وحطيتها على الحبل بحيث إن هي تنشف، وكان ما شاء الله الجو هوا يا بت وشمس والله العظيم خطير، وما حسيتش بالقسى ولا حسيت بالخدمة هناك. الصراحة يعني كان يوم عسل، كان يوم حلو، حسيت إني أنا عملت حاجة وما عملتش حاجة، يعني أنجزت إني أنا عملت الركنية ديّة وغسلت الستاير وضبّطت الأداء، ولكن حسّيت إني أنا ما كسيتش جوّه، طبعًا ما دعكتش البيت، أنا أقعد رايحة جاية في الغسيل ونازلة طالعة النشر ودعك الدنيا. حسّيت إني أنا إيه، اليوم عدّى معايا وراح ختمها معانا النهارده جاب لنا ملوحة الله يدّي الصحة، فكان اليوم إيه، اليوم جميل يعني النهارده. جيت في الآخر عاد اديتها غسّلت وِش بعد ما خلّصت، هي غسلت لنا وأنا نغسل لها يعني نرد لها الجميل يعني عشان إيه، يعني نقول لها بارك الله فيكِ. جيت اديتها وِش عاد وعدّلتها ونضّفتها وجيت كبّيت مَيّتي وضبّطت الأداء وإيه، سيّبتهن. نبقى تاني يوم نروح إيه، حنروح حنلاقيهن نشفن بإذن الله كده وتعدل ونكون نفّضت المُنضرة وعدّلتها ونروح إيه، حنروح نجيبها من هناك ونفرشها يعني نعبيها، ده يبقى يوم ما طلع لها شمس والله لمّا نقعد نركّب في المساند ديّة بتاعة الركنية، يا ساتر على الغلاسة، بس يالّا إيه حنعمله عاد حكم الجو. المهم عاد إيه، كان روتيني النهارده اليوم اللي عجبني وعايزاكم تفرحوا معايا وتحبوه معايا، واللي ما عملش لايك يعمل واشتراك، والسلام عليكم.